أهلا وسهلا بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلا بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جدا وجريئة جدا. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ، يا ريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. جوزي رجع من الشغل وأنا كنت عاملة له العشاء ومستناه، أنا وأختي. قعدنا مع بعض، اتعشينا وشربنا الشاي وكل حاجة كانت ماشية عادي جدا. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هحكي لكم حكايتي. أنا مدام نورة، عندي 25 سنة ومتجوزة من فترة قريبة جدا. واللي حصل بيني وبين جوزي وأختي كان صدمة عمري، بس لازم أبدأ لكم من البداية عشان تفهموا كل حاجة. أنا وأختي ما عندناش حد في الدنيا. بابا وماما ماتوا بدري وفضلنا احنا الاتنين بس، عايشين في شقتنا اللي ورثناها عن أهلنا. أختي الكبيرة كانت حظها وحش جدا، اتجوزت 2 سنين واتطلقت. وجوزها ده كان استغلالي طماع، كان دايما يحاول ياخد فلوس من ميراثها، لدرجة إنه حاول يخليها تكتب الشقة باسمه. عاشت معاه أيام سودة لحد ما اكتشفت حقيقته واتطلقت منه ورجعت تعيش معايا. أختي دي جميلة وعندها ثقة في نفسها جدا ومدلعة، وأنا وقتها كنت مخطوبة وفرحي كان قرب، وكنت بفكر كتير هسيبها لوحدها ازاي. هي ملهاش حد غيري وأنا مليش حد غيرها. فضلت أقنع خطيبي وقتها، اللي هو دلوقتي جوزي، إننا ما نروحش نعيش في شقة إيجار ونسيبها، خصوصا إن الشقة دي نصها ليا ونصها ليها، وكمان هنوفر الفلوس ونبدأ حياتنا بهدوء. قعدت كتير أقنع فيه وأتكلم معاه لحد ما وافق في الآخر. وفعلا بعد الجواز عشنا أنا وجوزي وأختي مع بعض في نفس البيت. كنت فاكرة إن ده هيكون حل مثالي، ما كنتش عارفة إن ده هيقلب حياتي. في البداية كانت الأمور ماشية كويس، بس بعد شوية اكتشفت إن جوزي ليه طباع غريبة شوية. كان بيطلب حاجات عجيبة لما نكون سوا في أوضتنا، حاجات مش متعودة عليها، وكان صوته عالي أحياناً. كنت بحس إن أختي بتسمع كل حاجة وبتتضايق، خصوصاً إنها مطلقة وبقالها فترة لوحدها. مرة قلتله ممكن نوطي صوتنا شوية، حرام أختي تحس بالقهر كده. رد عليا وقال أنا عريس وعايز أعيش حياتي، دي مراتي وحلالي، ومش هخبي نفسي في بيتي، ده حقي. كنت بين نارين، مش عايزة أزعله، وفي نفس الوقت كنت شايفة أختي قاعدة لوحدها في الصالة حزينة، وده كان بيوجعني. بعد شوية جوزي بقى يقول لي أنا عايز أخد راحتي، ما ينفعش كل شوية تحسسيني إني مراجب، البيت ده بيتنا زي ما هو بيتها، واللي يزعل يزعل. وكنت ساعات بحاول أشرح له مشاعر أختي، لكنه ما كانش مهتم وكان شايف الموضوع بسيط. بعد فترة حسيت إن أختي بقت حزينة أكتر وبدأت تلمح لي بالكلام. يا نورة رعيني شوية، أنا كمان ليا مشاعر، ما ينفعش أفضل حاسة بالوحدة دي. كلامها كان صعب عليا جدا، وكنت حاسة إن وجودها في البيت معانا بقى بيعمل توتر غريب. جوزي اقترح إننا نسافر شهر عسل بعيد عن البيت شوية عشان ناخد راحتنا، وفعلا سافرنا وقضينا وقت لطيف جدا. كنت حاسة إني مرتاحة ومفيش حد مراقبنا أو زعلان مننا. بس لما رجعنا رجع كل شيء زي ما كان، نفس الضغوط، نفس المشكلة. ومع تكرار المواقف أختي بدأت تتكلم بصراحة أكتر وقالت لي أنا مش قادرة، صوتكم بيجرحني، أنا لسه خارجة من تجربة قاسية ومطلقة، ووجودكم بيخليني أفتكر كل حاجة فقدتها. كنت بحاول أواسيها بس كلامها كان بيحرجني، ولما حكيت لجوزي اتعصب وقال أنا مالي، أنا في بيتي ودي مراتي، مش هقعد أتحاسب على حقي الطبيعي. وبعدين فجأة بدأ يلمح لحاجة أغرب، قال كلام صادم جدا، طب ما يمكن وجودها معانا يسليها. أنا اتصدمت، إزاي يعني؟ دي أختي، أنت بتقول إيه؟ قال لي بهدوء غريب هي مش هتعمل حاجة بس تكون معانا، تخرج من حالة الوحدة اللي هي فيها. طبعا أنا رفضت الفكرة نهائيا وكنت متضايقة جدا، بس اللي صدمني أكتر إن أختي نفسها بعد فترة بدأت تتقبل الكلام ده. مرة كنت قاعدة معاها ولقيتها فجأة بتقولي طب ما يمكن فعلا وجودي معاكوا يخفف عني شوية الوحدة. أنا كنت مذهولة من ردها ومش فاهمة هي بتفكر إزاي. وفي يوم جوزي رجع من الشغل وأنا كنت محضرة العشاء وأختي ساعدتني. قعدنا نتعشى والدنيا كانت هادية، وبعدين لقيت جوزي بيقولي قدامها طب ما تخليها معانا شوية يمكن تتبسط. أنا كنت متوترة جدا، بس الغريب إن أختي ما اعترضتش،
بعد العشاء قال لي جوزي سيبيني معاها شوية وروحي حضري لنا شاي. أنا استغربت جدا من رد فعلها، بس قلت يمكن هزار. دخلت المطبخ أعمل الشاي وأنا قلبي مقبوض. وأنا راجعة بكوبايات الشاي لقيت أختي منسجمة جدا معاه، ضحك وهزار بطريقة ما توقعتش أشوفها بينهم. حسيت إن الموضوع مش هزار زي ما كنت فاكرة، حسيت إن في حاجة غلط وفي حاجة مش طبيعية بتحصل قدامي. قربت منه بعدين واتكلمت معاه لوحدنا وقلت له هو في إيه؟ هو أنت واخد الموضوع جد؟ رد عليا بكل برود وهو الموضوع هزار؟ مش شايفة أختك منسجمة؟ وقتها قلبي وقع وحسيت إن في حاجة بينه وبينها أنا مش فاهماها. في يوم نزلت أجيب طلبات للبيت، بس وأنا في نص السكة افتكرت إني نسيت الفلوس. رجعت بسرعة، طلعت الشقة من غير ما حد يحس، ولقيت باب أوضة أختي مفتوح نص فتحة. دخلت بهدوء وما كنتش مستعدة للمشهد اللي شفته. المنظر ده كسرني، مش قادرة أوصفه ولا أقدر أشرحه. حسيت إن الدنيا وقفت بيا. واجهتهم بعدها، طلبت الطلاق فوراً، لكن جوزي رفض. قال لي أنا مش هتطلقك، روحي براحتك، بس مش هسيبلك البيت. فسبت البيت كله وأخدت شقة لوحدي. بعد ما كنت فاكرة الموضوع هزار أو مجرد تلميحات، اكتشفت إن الخيانة بينهم كانت من زمان وأنا ما كنتش واخدة بالي. بعد اللي حصل قطعت علاقتي بأختي ومش عارفة أرجع أتعامل معاها زي الأول. حسيت إن أقرب إنسانة ليا خانتني، وجوزي اللي كنت فاكرة إنه سندي طلع خنجر في ظهري. أنا بحكي لكم حكايتي دي علشان تكون عبرة لأي واحدة. ما تأمنيش بيتك لأي حد حتى لو كانت أختك، لأن الزمن ده بقى صعب، والراجل اللي مراته بتصونه وتحافظ عليه لازم هو كمان يتقي ربنا فيها وما يهونهاش مهما كانت الظروف. وما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوني في حكايات تانية.